السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للفيديو اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم طريقه عمل دغاوس، يعني غطاء السرير بلاستيك. غنشارك معكم جميع المراحل، طريقه اخذ المقاييس على السرير وايضا طريقه تطبيقها على القماش، وغنشارك معكم طريقه الخياطه. غنشارك معكم جوج دغاوس، يعني جوج لي زور هكايا بلاستيك، اللي واحد لي زر كيف يعني فيه الثوب كامل، وهذا بالنسبه لهذا فيه شويه الثوب ناقص. فغنشارك معكم طريقه خياطه لاستيك، فتابعوا معايا الفيديو للاخير عن طريقه تفصيل وخياطه هاد لي دغاوس. فبسم الله وعلى بركة الله البنات، نبداو في اخذ المقاييس اللي غنحتاجو لعمل هاد الدغاوس، يعني هاد غطاء السرير بالمطاط. بالنسبه للمقاسات اللي غنحتاجو فغنحتاجو طول هاد السرير. بالنسبه ليا فعندي 190 متر، يعني 190 سنتيم في الطول ديال هاد السرير. وكناخدو طول القياس تاع الطول اللي هو 190، وناخدو القياس ديال العرض ديال السرير بالنسبه الان ليا انا فيه 90 سنتيم. وكناخدو ايضا المقاس ديال الارتفاع ديال السرير ديالنا، فعندي فيه 25 سنتيم. هادو هما المقاسات بثلاثه اللي غنحتاجو لعمل غطاء للسرير بلاستيك. الان نمروا للثوب. بالنسبه للثوب البنات، هنا عندي هاد الفيولي، يعني هاد البنفسجي، عندي في المنكب ديالو 3 متر، اما العرض فخديت فيه 1.70 متر. كما كتلاحظوا راه هذا القطن، خديت الثوب ديال القطن. هنا الان كنعطيكم المقاييس باش غديروا دغاوس، يعني داك لي زار بلاستيك ماشي الكوفرلي كله. اما هنا عندي في الاحمر، بالنسبه للاحمر عندي فيه 2.5 في المنكب، شويه ناقص في المنكب. اما شحال خديت فيه 1.5 متر كافي، يعني باش انني ندير لي زار بلاستيك. ونمروا لطريقه التفصيل. هنا الثوب ديالي سرحته البنات وطويته على جوج. كنطويو الثوب ديالنا على جوج، يعني كنطويو العرض ديالو المنكب كنحطوه على المنكب، وهنا الفوق راه مسدود، عندي الثوب مسدود هنا الفوق. والتحت فين كاين يعني المنكب محطوط على المنكب هنايا كيكون محلول بهذا الشكل. صافي غنحطوا المقاييس ديالنا. هنا البنات راه المنكب مطوي على المنكب، يعني داك جوج ونص اللي عندي اصلا في الثوب اللي كتبغي تشري الثوب كتقول لي شحال فيه في العرض، فيه جوج ونص. طويته هنايا على جوج. من بعد ما طويته على جوج غنماركي هنايا طول ديال الماطله ديالي فيه 95 سنتيم، حيت هنا الثوب مطوي على جوج، يعني 95 زائد 95 هي متر و90، يعني 190، لان الماطله لقيت فيها 190 قسمتها على جوج عطاتني 95 و 95. صافي ماركيتها. من بعد غنكمل هادشي اللي لتحت. هنا اللي لتحت اش غندير فيها البنات؟ 25 سنتيم اللي عندي في الارتفاع، زائد داكشي اللي غيكون ليا تحت الماطله. بالنسبه ليا راه غتبقى ليا غير 3 سنتيم هي اللي غتكون ليا في الماطله. 25 سنتيم و 3 سنتيم هي 28. صافي يعني 28 سنتيم اللي بقى ليا تمايا لتحت. نقرب لكم التصوير اكثر. وهنا غندير 28 سنتيم، وهنا 28، يعني 28 اللي كاينه هنايا كنديرها في الجهه الاخرى، وايضا غنديروها الفوق باش ندير واحد المربع اللي فيه 28 سنتيم 28 سنتيم 28 سنتيم في جميع الاضلع ديالو. بالنسبه للبنات هنا راه الثوب ديالي ناقص شويه، يعني حيت انا في الارتفاع ديال المطله فيها 25، غتبقى لي غير 3 سنتيم هي اللي غتكون ليا تحت المطله. فماشي مشكل، غنكملوا به وغنقول لكم كيفاش تركبوا ليه لاستيك. وهنا غنحط المقاس ديال العرض ديال المطلة. هنا البنات كنذكركم ان هنا عندي محلول، والفوق لا هو اللي عندي مسدود. وهنا فين عندي الثوب محلول تما فين كندير هاد المربعات. وايضا هنايا كندير المقاس ديال العرض تاع المطلة. كناخدو السنتيم كنحطوه بهذا الشكل، وغناخدو 90 سنتيم اللي عندي في العرض ديال المطلة ديالي، يعني 90 سنتيم اللي عندي في العرض السرير ديالي كنحطوه هنا. وغنجيو نماركيو هنايا 28 سنتيم. غندير واحد المربع عاوتاني هنايا. من بعد ما درنا ديك 90 سنتيم غنديرو 28 سنتيم. 28 سنتيم في هاد الضلع، والفوق حتى هو 28 سنتيم، وجميع الاضلاع نديرو فيهم 28 سنتيم، جميع الاضلاع ديال هاد المربع. وهنا كنتاكد البنات من هاد الراس تاع هاد المربع لهذا الراس خاص تكون 90 سنتيم.
وهنا البنات كنتاكدوا في هذا العلو اللي فيه 95 سنتيم، يعني الجهه المقابله للجهه اللي كنا درنا فيها 95 راه كيكون فيها 95 سنتيم. بعد ما حطينا جميع المقاييس ديالنا وتاكدنا في جميع المقاييس، الان غادي نقطع، ودابا غنقطعو بالمقص، وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما قطعناه. صافي البنات، هنا غادي نجي نطبق لكم ايضا المقاييس على هاد الثوب اللي المنكب ديالو 3 متر. هنا البنات كنطوي الثوب ديالي على جوج، كنطوي هنايا 72 سنتيم، كنطويها المنكب على المنكب، يعني كنخلي واحد 30 سنتيم جنب. بالنسبه هنايا راه كندير واحد المربع اللي فيه 35 سنتيم، يعني كنحط جميع المقاييس كما حطيتهم في داك الثوب اللي في اللون الاحمر، الا هنا هذا المربع كندير في الاضلع ديالو 35 سنتيم على 35 سنتيم، يعني جميع الاضلاع كندير فيهم 35 سنتيم، لان عندي الثوب فيه المنكب 3 متر، يعني عندي الثوب واسع. صافي هذا هو المربع، قطعته بهذا الشكل، وكنديرو في الجانب الاخر نفس الشكل. هنا الثوب راه كيكون هكايا مطوي على اثنان، كما كتلاحظوا قطعت الجهه الاخرى بهذا الشكل، وهذا هو ليزار ديالنا. والان نمروا لآلة الخياطه. بالنسبه هنايا باش نخيطوا هاد ليزار، كنشدوا هاد الاضلع بجوج اللي كيبقاو لينا هنايا ديال هاد المربع، كنديروا مع بعضياتهم بهذا الشكل، يعني كنديروا الراس مع الراس وكنجمعوا دوك الاضلع بجوج. من بعدها غندوزو عليهم ماكينه الخياطه. هنا كنتني جوج تنيات لاني ما دايرهش السورجي للثوب، ما دايره السورجي، فكندير جوج تنيات. بالنسبه للبنات هنا راه الظهر ديال الثوب، يعني هنا الظهر تاع الثوب اللي كنديروا فيها التنيه، وغندوزو ماكينه الخياطه من الاسفل للفوق بهذا الشكل حتى لداك الراس فين تلقاو لينا الاضلع ديال هذا المربع. كما كتلاحظوا هكا كيجي في الوجه ديالو، يعني كيجي هذاك الضلع هكايا مخيط بهذا الشكل. صافي بنفس الطريقه غنخيطوا جميع الزوايا ديال هذا ليزار. صافي وهنا بنفس الطريقه كنخيط هذا ليزار باللون البنفسجي، وهنا غنجي نركب لاستيك، يعني غنركب الخيط المطاطي. كنجيب هنايا للزاويه فين كاينه الخياطه، كنجيبو خيط مطاطي. انا بالنسبه ليا درت فيه 35 سنتيم في الطول، اما العرض ديال هذا الخيط المطاطي البنات راه فيه 3 سنتيم. كناخذوا المنتصف ديالو ديال هذا لاستيك، يعني ديك 35 كنطويه هكايا على جوج، وكناخذ المنتصف ديالو كنفيكسيه هكايا فين عندي الخياطه. وهنا غناخذ من يعني فين عندي الخياطه فين خيط كناخذ 35 سنتيم في هاد ليزار، وكنتيري لاستيك، لان لاستيك راه فيه 35 سنتيم كله. كنشد غير النصف ديالو كنديري في واحد الجهه في واحد الجانب ديال ليزار. هنا البنات كنتني 1 سنتيم على لاستيك بهذا الشكل ديال ليزار. هنا راه نحطوا لاستيك في الظهر ديال الثوب، يعني في الظهر تاع ليزار. صافي ونمروا ماكينه الخياطه، وحنا كنجروا لاستيك يتمطط، يعني يتيرا لاستيك، لان ليزار هنايا راه عندنا فيه 35 سنتيم، اما اللاستيك فعندنا فيه 17.5، حيت البنات راه فيه 35 وطوينا على جوج. صافي كناخذوا عاوتاني 35 سنتيم في ليزار من الجهه في الجهه الاخرى، يعني من عند الخياطه كناخذوا 35 سنتيم، وهنا غنفيكسيه بعد ما خديت العبار فيكسيتو بالابره. صافي البنات كنتموا بالخياطه حتى لتحت، وهنا كنشدو كنتنيو بهذا الشكل لاستيك. نتوما كما كتلاحظوا كنتنيو عليه وغندوزو عليه ماكينه الخياطه. بالنسبه للبنات هنا راه كنتنيو على لاستيك، لان عندنا يعني الزياده في الثوب، فكنفينيو الخدمه ديالنا تكون فينيه بهذا الشكل، ولاستيك ما يبقاش يبان لينا، لان درنا 35 سنتيم في داك المربع، يعني 25 سنتيم اللي عندنا زائد 15 سنتيم راه زدناها باش يعني نديرو هاد التثنيه بهذا الشكل في هاد الثوب، يعني باش يتخبى لينا لاستيك. صافي من بعد ما كنكملوا الخياطه على داك لاستيك كنبقاو راه هاد الثنيه كتجي بوحده، وكنتموا غاديين معاها حتى ندوروا على اليسار. وهنا غنوريكم كيفاش تركبوا لاستيك الا عندكم الثوب ناقص شويه، يعني انا عندي فيه غير جوج ونص في الطول، والمطله ديالي فيها 190، فجاني يعني 3 سنتيم اللي بقات ليا في الثوب هي اللي غتدخل تحت السرير، وما يمكنش ما خصنيش ندفن لاستيك. هنا البنات كنشد لاستيك بنفس الطريقه، كنشد 35 سنتيم تاع لاستيك كنطوي على جوج. هنا كنحطوا لاستيك في الوجه تاع الثوب، يعني هنا حطيته في الوجه تاع الثوب وكنخيط عليه كما كتلاحظوا. هنا راه كنحطوا على الوجه تاع الثوب كنخيطوا بنفس الطريقه، كنتيريو الثوب وكنخيطوا عليه، كنتيريو لاستيك عفوا وكنخيطوا عليه.
صافي من بعد ما خيطنا حتى الجهه الاخرى هانتوما كنطويوه بهذا الشكل. هنا راه هو الوجه وهنا الظهر، كنطويوه بهذا الشكل. وهنايا كنديروا هذا المثلث ونخيطوا عليه باش اللاستيك ديالنا ما يتفورش، يعني ما يتيراش ويخسر. كنديروا هذا المثلث ونخيطوا عليه صافي. غنبقاو نتيريو يعني نجروا الثوب باش يتحل لاستيك ونبقاو نخيطوا حتى الجهه الاخرى. صافي بالنسبه للبنات هنا الثوب راه تنينا فيه غير 1 سنتيم، عندنا 3 سنتيم زايدنا راه طوينا فيه غير 1 سنتيم. صافي داك 1 سنتيم كنبقاو نتنيو فيه بوكايه تنيه صغيره، يعني نصف سنتيم على نصف سنتيم، حتى ندوروا على ليزار كامل ونوصلوا الزوايا الاخرين ونديروا ليهم لاستيك. هانتوما كي كيجي لاستيك كيجي انفيني بهذا الشكل، وكيجي يعني غيشد لينا لاستيك في المطله لان الثوب عندنا ناقص. هذا هو دغاوس البنات اللي شاركت معكم في اللون البنفسجي. هانتوما كي كيجي لاستيك هكايا مدفون، وكتجي ديك 15 سنتيم، يعني بقى ليا هنايا 10 سنتيم، كتبقى ديك 10 سنتيم داخله هكايا تحت السرير ديالنا، يعني تحت الماطله. هانتوما كيجي مفيني، وفقط تبعوا جميع الخطوات. اما دغاوس اللي درنا في اللون الاحمر هانتوما كي كيجي كتجي هذيك 3 سنتيم هي داخله تحت السرير، وكيجي لاستيك هو اللي مقبوط مزيان بهذا الشكل. وهذا هو لا فيديو ديال اليوم البنات. كنتمنى ان اعجابكم، ما تنساونيش ملي لايكات وبارطاج للفيديو. الا كنتي اول مره كتشاهد لا فيديو ديالي ما تنساش تابونا معايا في القناه وتضغط زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. والى اللقاء.